قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة من قصص بني إسرائيل. هذه القصة كانت عن قوم يسكنون على شاطئ أحد البحار، وكانوا يعملون بالصيد، ولكن بنو إسرائيل كانوا دائما يعصون الله عز وجل، وكانوا إذا عصوه أنزل عليهم عقوبة بذنوبهم. وفي ذات مرة عصت تلك القرية ربها، فعاقبهم الله عز وجل بحرمانهم من الصيد يوم السبت، وشدد الله عز وجل عليهم في تحريم صيد يوم السبت تشديدا عظيما، ولكنهم احتالوا على الصيد. ثم ماذا حدث يا عم؟ هذا ما ستعرفونه في قصة الليلة. اروي لنا هذه القصة يا عم. إذن فاسمعوا يا أبنائي. كان هناك قرية يقال أن اسمها أيلة. هذه القرية كانت على شاطئ البحر، وكانوا يعملون بالصيد. أيها الناس، إن الله قد حرم عليكم الصيد يوم السبت بذنوبكم، فاتقوا الله ولا تعتدوا بالصيد، حتى لا ينزل عليكم عقاب من الله بذنوبكم. ولماذا لا نصطاد في هذا اليوم؟ لأنكم أكثرتم فيه من المعاصي والمخالفات، وهذه نتيجة معصيتكم. إني قد تعجبت لهذه الأسماك. عندما يأتي يوم السبت تأتي إلينا الحيتان والأسماك الكبيرة وتخرج لنا على الشاطئ، وكأنها تعلم أننا لا نستطيع أن نصيدها، وإذا انتهى يوم السبت اختفت الأسماك ونزلت إلى أعماق البحر. يا عجبا لهذه الأسماك. اتقوا الله ولا تصطادوا في يوم السبت، ولا تتعدوا حدود الله. ألا تخافون عقاب الله؟ لقد تعبنا من هذه الأسماك، لا بد أن أصطادها، فلو جاءت يوم السبت مرة أخرى فسوف آخذها. احذر، فإنك إن فعلت ذلك فسوف تحل بك عقوبة شديدة. عندي فكرة، سوف أعمل حيلة لكي أحصل على الأسماك. وما هي؟ أن أضع الشبكة يوم الجمعة، فإذا جاءت الأسماك يوم السبت وقعت في الشباك فنأخذها يوم الأحد، وهكذا نكون قد حصلنا على السمك من غير أن نصطاد يوم السبت. وهل تظنون أن تلك الحيلة سوف تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يعلم سركم ونجواكم، ولا يخفى عليه شيء من أمركم. احذروا، فإن ذلك مكر وخداع، ولن تكون النتيجة في صالحكم أبدا، فلا خير في معصية الله مطلقا. ومن يأكل هذه الأسماك الكبيرة السمينة نتركها لمن؟ اتركوها طاعة لله سبحانه، وسوف يبدلكم الله خيرا منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونتركها هكذا؟ اتركوها لأنها معصية، والمعصية عاقبتها سوء. صدقوني واتبعوا كلامي. أمتأكد أنت مما تقول؟ نحن سوف نصطاد على كل حال، ولن نترك هذه الأسماك. إني أخاف عليكم، وقد نصحت لكم وحذرتكم. هداكم الله. متى ينتهي يوم السبت حتى نذهب إلى الشاطئ ونأخذ الأسماك يوم الأحد؟ هيا يا رجال لنأخذ الأسماك، فقد اصطدنا سمكا كثيرا.
سنأكل ونبيع ونكسب الأموال الكثيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إننا نشم رائحة شواء السمك. كيف هذا؟ لا بد أن أحدا من الصيادين قد اصطاد يوم السبت. ألا يخافون من عقاب الله؟ تعالوا بنا لنعرف ما حدث. ما هذا؟ هل اصطدتم يوم السبت؟ نعم، اصطادنا وأكلنا واستمتعنا. لا تفعلوا، فإن ذلك حرام. لا تقولوا لنا لا، فلن يمنعنا أحد من الصيد. سوف نصطاد ونأكل ونستمتع. ولكن الله قادر على أن يمنعكم، ونخشى أن يعاقبكم الله ويعاقبنا معكم إذا جلسنا معكم وسكننا في قريتكم. لم تعظون قوما قد عصوا الله والله سوف يهلكهم؟ اتركوهم. معذرة إلى الله حتى لا يعاقبنا الله معهم. هيا بنا لنصطاد. هيا بنا يا رجال لنصطاد. هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. سوف تنزل عليهم عقوبة شديدة بما عصوا وخالفوا عهد الله الذي عاهدوه عليه. إني أخاف أن أعيش في هذه القرية الظالم أهلها. نعم، صدقت يا أخي، فإن العقاب ينال العصاة ومن عاش معهم ورضي بذنوبهم. وماذا نفعل الآن؟ لا بد وأن نخرج من هذه القرية ونعتزل أهلها، بل ونصنع بيننا وبينهم حاجزا حتى لا يأتوا إلينا ولا ندخل إليهم. ما هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إني لا أرى إلا قردة صغارا وكبارا. قرود؟ ماذا حدث وأين أبي وأمي؟ وماذا حدث لأخي وأسرته؟ يبدو أن عقاب هؤلاء العصاة كان المسخ، وقد مسخوا إلى قردة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قردة؟ هل تحول هؤلاء إلى قردة؟ نعم، تحولوا إلى قردة. سبحان الله، تحولوا إلى قردة؟ نعم يا أبنائي، لقد تحولوا إلى قردة عقوبة لهم على مكرهم مع الله وخداعهم له سبحانه وتعالى. وذلك قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعوذ بالله أن نفعل مثل هؤلاء المكارين يا عم. هذا من فعل المغضوب عليهم. أعاذنا الله وإياكم يا أبنائي أن نكون أمثلهم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.